السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشف الدكتور محمود عبد المجيد مدير مستشفى الصدر سابقا على تطورات الحالة الصحية للفنانة نجلاء بدر عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عن معاناتها من مضاعفات المرض الذي بدأ جائحة عالمية، مطالبا الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل. وقال مدير مستشفى الصدر سابقا أن إصابة نجلاء بدر بضيق بالتنفس أمر طبيعي نتيجة إصابتها بالالتهاب الرئوي بسبب كورونا، مضيفا إنها تحتاج إلى الراحة التامة وقلة الحديث. الكلام مجهود عليها وعلى أي مريض، خصوصا اللي عندهم مشاكل في الصدر. وأتباع حديثه بأن عدم نقص نسبة الأكسجين في الدم والاحتياج إلى الوضع على جهاز تنفس صناعي يدلان على أن الحالة مستقرة حتى الآن. وكتبت الفنانة نجلاء بدر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التلفون، للأسف لأني نفسي ضيق، والحمد لله على كل شيء. شكرا بجد على اهتمامكم والاهتمام بالحب والدعاء. وتخضع الفنانة نجلاء بدر حاليا للعزل المنزلي لخضوع البروتوكول العلاجي بعد أن حصلت على إجازة صحية من تصوير مشاهدها بمسلسل نسر الأغراب مع النجمين أحمد السقا وأمير قرارة والمخرج محمد سامي. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.